مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض حلو كتير بسيط وسهل بالسميد، ما بياخد منكن وقت، شغلته كتير بسيطة وسهلة. طبعا بتلاقوا المقادير كلها موجودة تحت صندوق الوصف. بالبداية حطيت 50 جرام من الزبدة بالمقلاية لحتى تدوب. بس دابت عندي لحط عليه كوبين من السميد، فيكن تستخدموا السميد الناعم أو السميد الوسط، وطبعا أنا هون مستخدم الكوب المعياري. بقلبهم هلا وبتركهم لحتى يتحمصوا شوي. فيكن تتركوه لحتى ياخدوا اللون اللي بدكن اياه، بتتركوه هيك شوي فاتحة أو تحمصوه لحتى تاخد لون محمر. هذا بيرجع لإلكن. رح عليها تقريبا نص كوب من السكر، ما بدي كتر سكر لأنه رح احط بعدين كمان شوكولا فرح تصير كتير حلوة. قلبهم هلا هيك بس شوي صغيرة. ورح احط عليها هلا كوب من الحليب وكوب من المي. فيكم تستخدموا كوبين حليب او كوبين مي المتوفر عندكم اللي بقولوا بتحبوا تستخدموه. بقلبهم هلا لحتى تتفتح عندي حبة السميد ويصير عندي تقريبا قوام مثل العجينة. هلا صارت انا عندي هيك بهالشكل، دقت شوي صغيرة فلقيت لسه في كم حبة من السميد ما فتحت، يعني لساته هيك قاسي شوي يعني. فلح احطله تقريبا ربع كوب بس من المي. فانتوا بتدوقوا بتشوفوا اذا محتاجة كمان وبتشوفوها، وطبعا حسب السميد اللي انتوا مستخدمينه. هلا بعد ما صارت عندي هيك جاهزة بدي احط لها الشوكولا. اي شوكولا متوفر عندكم، نوتيلا او اي شوكولا دهن تانية. وبخلطها معاها. تركتها شوي لحتى تبرد لحتى بس تتحملها ايدي، وهلا بدي اشتغل فيها شكلها. جبت زبدية وحطيت فيها كيس نانو لحتى تسهل علي الشغل بعدين. بحط هيك شوي كمية صغيرة وبحاول افردها يعني جوا الزبدية لحتى تاخد شكلها. اضغط عليها هيك بالنص شوي وعلى الحواف لحتى تاخد شكل الزبدية. وطبعا لازم اترك مجال هيك فتحة يعني فراغ صغير بالنص لحتى احط فيه الايس كريم. وبظبط الحواف. شغلة ابدا مو صعبة، ما رح تعذبكن ابدا. اذا لزقت شوي بايدكم فيكن تدهنوه بشوي من المي لحتى تساعدكن اكتر. جبت عندي انا هون شوي من الايس كريم، اي ايس كريم متوفر عندكن، او فيكن تحطوا كريم او قشطة المتوفر عندكن اللي بتحبوه. باخد هاللي هيك شوي بفردها بايدي وبغطيها. بحاول ما اخلي فراغات لحتى ما تطلع معي الايس كريم من جوا. وبغطيها. بحطها بالفريزر لحتى تبرد وتتماسك عندي منيح. بعد ما بردت هلا بدي اقلبها لحتى تشوف كيف بتكون. تطلع معاكم بكل سهولة. طبعا انتوا بتخلوها هيك بالفريزر، ايمت ما حبيتوا تطلعوها بتطلعوها بتكون يعني بتكون جاهزة. زينتها بشوي من الفستق الحلبي وحطيتها هيك تزيين يعني التزيين بيرجع لإلكم كيف بتحبوا انتوا تزينوها. شغلتها كتير بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم وقت وأبدا مو صعبة. ومكوناتها متوفرة بكل بيت. بتمنى انكم تجربوها. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك، بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.